يومكم مليان خير وبركة. في سفر التكوين اصحاح 45 آية 9 وآية 10 هنلاقي ان يوسف طلب من اخواته ان هم يروحوا ويجيبوا باباهم يعقوب، وقال لهم قولوا ليعقوب ابويا اني لقد جعلني الله سيدا على كل مصر، انزل الي لا تكف فتسكن في ارض جسان. اشمعنى ارض جسان اللي هتسكن فيها باباك يا يوسف؟ ربنا كان أرشد يوسف إن هو يختار أرض جسان اللي هي موجودة شمال شرق مصر، ودي هتكون قريبة جدا من أرض كنعان. كأن ربنا بيقول لهم إن يكون دايما عندكم استعداد إن كنتوا ترجعوا أرض كنعان تاني، الأرض اللي أقسمت إن هي هتكون ليكوا ولأولادكوا فيما بعد. حاجة تانية ان المصريين كانوا بيكرهوا الغرباء وبيكرهوا الهكسوس جدا، فما كانوش هيستقبلوهم الاستقبال او ما كانوش هيرتاحوا مع بعض. كمان يعقوب واولاده كانوا رعاة غنم، وارض جسان دي كانت ارض خصبة، ارض كويسة، ارض مرعى، فكانت هتكون مناسبة ان هم يسكنوا فيها. كمان هنلاقي ان المصريين كانوا ما يعرفوش ربنا، كانوا وثنيين وكانوا بيقدسوا الاغنام. طيب يعقوب وولاده بيقدموا ذبائح دمويه، يعني كانوا يذبحوا من الاغنام ويقدموا ذبائح. تخيلوا لو هم عملوا كده قدام المصريين، فكانت هتبقى بالنسبه لهم حاجه مش كويسه. وكان المصريين بيعتبروا ان رعاة الاغنام دول ريكس، يعني حاجه مش كويسه خالص. فربنا أرشد يوسف إن هو يقعدهم في أرض جسان عشان يكونوا منعزلين هناك، يقدروا يمارسوا الشعائر الدينية بتاعتهم، يقدروا يقدموا الذبائح بتاعتهم من غير ما أي حد يضايقهم. كمان ربنا كان خايف على يعقوب وعلى أولاده، مش عايزهم يختلطوا مع المصريين الوثنيين عشان ما يمارسوش فيما بعد الشعائر الدينية بتاعتهم، ما يختلطوش بيهم، ما يتزوجوش منهم. فربنا كان خايف عليهم فأبعدهم بقدر الإمكان عنهم عشان يقدر يحافظ عليهم إن هم ما يختلطوش بالوثنيين. ربنا كل حاجة في حياتنا بتكون بقصد. يعني ربنا لما أرشد يوسف إنه يختار أرض جسان، كان ممكن الناس تفكر طب ليه يا يوسف ما تخليهم قريبين منك، ليه تبعدهم عنك في مكان بعيد؟ لكن ربنا لما حطهم في أرض جسان كان لهدف، كان لغرض. ربنا لما سمح ان يوسف يترمي في البير، وبعد كده سمح ان هو يطلع من البير ويتباع للاسماعيليين ويروح قصر فرعون، كان لغرض ان هو ينقذ شعب مصر. ربنا لما بيرد لنا في حياتنا ان احنا نتنقل من مكان للتاني، بيكون في هدف وفي غرض من ورا ان احنا ننتقل من مكان الى التاني. اهم حاجة ان تكون في علاقة مع ربنا، ان احنا قبل ما نروح مكان نصلي ونقول له يا رب اختار لنا الصالح، واستخدمنا دايما لمجد اسمك القدوس في اي مكان نكون فيه. يومكم مليان خير وبركة.